بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي حبايبي، أهلا وسهلا بيكم. فاز الأهلي النهاردة على البنك الأهلي واتهزم الزمالك من غزل المحلة. فاز الأهلي بأقل مجهود لأنه عنده مباريات كتير جدا وكان مراجعها الأساسيين. طبعا مفيش أساسي واحتياطي في النادي الأهلي وكلهم نجوم وكلهم مستوى واحد ومستواهم متقارب جدا، علشان عنده ماتشات كأس العالم للأندية بعد أيام. أول مباراة 2 فبراير، الزمالك طبعا في الشوط الاول ما كانش موجود في المباراه، والشوط الثاني حاول يرجع المباراه ولكن المحله كان له بالمرصاد. من جد وجد. الاهلي بيحترم نفسه، الاهلي بيشتغل، الاهلي ما بيبصش وراه ولا حواليه، الاهلي بيبص في ورقته، الاهلي مصمم على الحصول على معظم البطولات هذا العام. الاهلي ما بيتكلمش، ما بيهنش، ما بيشتمش، ما بيغلطش. اللاعيبه مركزه جدا جدا، نفسها تاخد البطوله السنه دي لانها برضو ضاعت السنه اللي فاتت بفعل فاعل. واللي بيحصل السنه دي بيؤكد ان الدوري العام السنه اللي فاتت ضاع بفعل فاعل، واللي قبلها ضاع بفعل فاعل لاسباب كتير قوي. لان المستوى بتاعهم السنه دي هو نفس المستوى. هو ايه المشكله؟ زيزو ما بيبذلش مجهود او ما بيظهرش قوي. امام عاشور الى حد ما. بس اسالوا نفسكم ليه؟ ايه الاداء الهزيل ده؟ هل المنشطات اتمنعت مثلا فالقصة خلاص ما عادش ينفع؟ هل الحكام خلاص العدالة موجودة؟ العدالة موجودة. التحكيم السنة ده افضل بكتير قوي. عشان كده الزمالك مش هياخد البطولة الا باللعب. السنة اللي فاتت واخدها بالحكام واللي قبلها واخدها بالحكام. الاهلي ان شاء الله هياخدها السنة دي باللعب، لان التحكيم إلى حد ما السنة دي 8/10. السنة اللي فاتت 2/10. يعني لما لاعب ياخد هداف الدوري بضربات الجزاء، مش غريبة دي؟ طيب مفيش ضربات جزاء السنة دي، إلا إن النهاردة ضربة جزاء المحلة لا سليمة 100%. الاجتهاد، العمل، الجدية، احترام الآخرين واحترام المنافس هي اللي وصلتنا ان احنا نكون النهارده في النقطة 37. وان شاء الله الدوري فرق كام نقطة؟ فرق 11 نقطة بيننا وبين نادي الزمالك قبل ما نروح كأس العالم للأندية. يبقى النادي الأهلي مركز، الزمالك بيشوشر على نفسه، بيشوشر على لاعيبته، واخطاء كل يوم وغلط في الاخرين كل يوم. عشان كده بقول الدوري للنادي الاهلي. مبروك للاهلي الفوز النهارده ونقطه 37، وهارد لك طبعا الزمالك وهزيمته من غزل المحله. يا ريت يقعدوا ويقفوا مع بعض وقفه علشان يقدروا يقوموا بالفريق مره اخرى. شكرا.